وانتوا قاعدين مع اصدقائكم تحضروا مباريات كرة قدم او مجرد قاعدة، لابد ينطرح السؤال: مين افضل لاعب بتاريخ كرة القدم؟ لحد اوائل السبعينات كان في اجماع انه الجوهرة السوداء بيليه، اللي فاز مع منتخب السامبا البرازيلي ببطولة العالم بعمر 17 سنة وسجل اكثر من 1200 هدف في مشواره الكروي، هو الافضل في التاريخ. مع بداية الثمانينات تعرفنا على ساحر التانجو الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، اللي ربي بالحارة الفقيرة فيجي فيوريوتو في مدينة لانوس، وشق طريقه نحو النجومية لغاية القمة في مونديال 1986 في المكسيك، وتتويج الألبي سيليستي للمرة الثانية في تاريخه كإل كامبيوني ديل موندو. مين منا ما بيتذكر أو سمع بتعلق بجيلكو عن مباراة ربع النهائي أمام إنجلترا اللي فيها انعكست عملياً شخصية مارادونا من خلال الهدفين اللي سجلن في شباك بيتر شيلتون العملاق. الأول هاند أوف جاد أو يد الشيطان، بتعلق مين بتسأله، ولكن الهدف الثاني أو ماي جاد. لكن مارادونا إله كرة القدم في نابولي والأرجنتين لحد اليوم خيب أمال الجميع لما انحرف وأدمن على المخدرات والمنشطات اللي بسببها أبعد وطرد من مونديال 1994، وكان قريب كتير من مفارقة الحياة بعد ما صحته اتدهورت بسبب التعاطي المفرط للمخدرات. وإحنا عشاق كرة القدم اللي كنا متعطشين بالبحث عن وريث لدييغو مارادونا، تعرفنا على راقص السامبا دي سوزا فاريا، أو بكلمة واحدة رو ماريو. شبيه مارادونا بالشكل وأحد أبرز الهدافين في التاريخ، وفى الوعد وأعاد كأس العالم الذهبية لريو دي جانيرو في سنة 1994 بعد 24 سنة غياب. تعرفوا على لويز نازاريو دي ليما، رونالدو الأصلي، سوري كريستيانو أوكي، أو زي ما بيسموه بالبرازيل الفينومينو. رونالدو فاز بالكرة الذهبية مع 1996، وكتار بيعتقدوا انه لولا الاصابات الصعبة هو الافضل في التاريخ، ولكن مع كل هذا ملك الهدافين بتاريخ بطولات كاس العالم اللي فشل مع منتخب السامبا في مونديال 98، ابدع في مونديال 2002 وقاد السيليساو للفوز بكأس العالم الخامس في تاريخه والاخير بعد ما سجل 8 أهداف وهدفين منهن في المباراة النهائية ضد ألمانيا وأوليفير كان. Ronaldo! It's 2-0! And Ronaldo is rampant now! بنفس هاي الفترة سمعنا عن لاعب برازيلي آخر موهوب لعب مع باريس سان جيرمان اسمه رونالدينيو، أو بالعربي رونالدو الصغير. وهي الأهداف دفعت برشلونة اللي كان بفترة كتير صعبة يحط إيده على الساحر البرازيلي اللي انتقل للكامب نو. دينيو سرق بسرعة قلوب الشعب الكتالوني وكل محبي البلوغرانا في العالم، وقاد برشلونة للفوز ببطولة الدوري الإسباني، انتزاع السيطرة من ريال مدريد، والفوز أيضاً بكأس أوروبا بعد 14 سنة. وحتى دييغو مارادونا الكبير صرح إنه إذا في لاعب بإمكانه يكون أحسن منه هو بس رونالدينيو الجاو. ميرسي زيزو، قال الشعب الفرنسي للاعب خط الوسط من أصل جزائري بعد ما سجل هدفين في شباك البرازيل بنهاية 1998. زيدان اللي امتاز بمسيرته الكروية مع بوردو، يوفنتوس وريال مدريد ترك بصمات رائعة من سحر كرة القدم، لكن آخر بصمة كانت من نوع آخر ومؤسف. أما إسا فحان وقت ليو البرغوث ليونيل ميسي. Nossa, nossa, assim você me mata.
أكثر من 200 هدف مع برشلونة، 3 مرات على التوالي فاز بالكرة الذهبية، وعدد الألقاب مع بارسا وقفنا نعده من زمان. إيش بعد إحنا ممكن نقول بعد ما سمعنا كبار المعلقين العرب؟ هذا هو ميسي، كلمهم يا ليو عنه. قول أنا الذي نظر العاشق لقدمي وأطربت مراوغات من به عقده ووصلت أهدافي لمن يعشق الطرب. أنا ميسي كبيرهم على صغري، أنا اللي عارض المتعة في عالم القدم. عادوا للعصر الأرجنتيني، عادوا للعصر الإغريقي، عصر الفلاسفة والمبدعين، عصر المهاريين، عصر الفنانين. ماذا سأقول؟ نعم يا دييغو، والآن فقط ميسي يضع الكرسي جنبا إلى جنب الطويلتين للبرغوث الأرجنتيني وينظر لك يا دييغو ويحكي: أنت قصير وأنا قصير، أنت مكير وأنا مكير، أنت خطير وأنا خطير، أنت لعيب وأنا لعيب، أنت سيد العالم وأنا زعيم العالم. هل بالفعل ميسي هو الأفضل؟ معقول بيليه؟ أو يمكن دييغو؟ شو بتقولوا؟ الظاهر إنه ولا مرة رح يكون في إجماع مين هو أكبر لاعب في التاريخ. A galera começou a dançar.